بسبب عالم كسلان قرر انه ما ينضفش الطبق وراه، قدر انه يكتشف واحد من اعظم الاكتشافات في التاريخ واللي انقذت حياة اكتر من 200 مليون شخص. وما تاخدهاش حجة بقى وتقول لي بقى مامتك بتقول لك بقى نظف الطبق وانت ما تقول لها لا اصلا انا هسيبه، اصل مش عارف مين اخترع. لا، قوم نظف الطبق، مش دلوقتي، بعد ما نخلص الفيديو. اوكي، انا رامي وتعالى اقول لك اللي فيها. الطبق اللي قصدي عليه هو طبق اسمه بيتري ديش، وده طبق بنستخدمه في المعامل علشان نعمل عليه مزارع بكتيرية أو فطرية أو غيرها، واللي بنستخدمها دلوقتي مثلا في إننا ناخد عينة من جرح مثلا من مريض ونحطها في البيتري ديش دي ونسيبها لمدة كذا يوم في وجود عوامل محفزة ليها إن البكتيريا دي تنمو، بحيث إن احنا نقدر نعرف نوع البكتيريا بالظبط اللي موجودة ونقدر نديها نوع المضاد الحيوي المناسب ليها. سنة 1928 بقى ما كانش لسه في مضادات حيوية، بس كان في عالم اسمه ألكسندر فليمنج كان بيدرس انواع البكتيريا المختلفه في واحده من جامعات لندن. فالراجل تحصل له ظروف ما ويضطر ان هو يسيب المعمل بتاعه مش تضيف، والبيتري ديشز تضرب تقلب، واضطر ان هو يسيب المعمل لمده اسبوعين. وبعد اسبوعين يرجع يلاقي حاجه غريبه جدا. يلاحظ انه في دايره صغيره من عفن اخضر بدأ تظهر في البيتري داش اللي كان سايب فيه البكتيريا اكتر من اسبوعين، ولكن الغريب انه لاحظ ان الجزء الاخضر من العفن ده بدأ ان هو يقتل البكتيريا اللي موجوده حواليه. ايوه طيب وايه يعني ايه يا عم؟ بقول لك في حاجة في الحياة قدرت إن هي تقتل هذا المخلوق الصغير جدا اللي تسبب في وفاة ملايين من الناس بسبب بقى تسمم في الدم، عدوى بكتيرية، التهاب رئوي وغيرها من الحاجات اللي تسببت في موت الناس. فيجي حاجة صغيرة زي دي قدرت إن هي تقتل البكتيريا دي، حاجة عظيمة يعني. العفن اللي ظهر ده كان اسمه البنسيليوم نونيتم، فعمنا فيلمينج استنتج في الوقت ده إن البنسيليوم نونيتم ده قدر إن هو يفرز شيء ما قدرت ان هي تقتل البكتيريا دي بدون ما تأثر على الخلايا البشرية اللي كانت موجودة حواليها. انت فاهم انا بقول لك ايه؟ دي حاجة حرفيا قدرت ان هي تطلع الشعرة من العجين، وده كان اول مضاد حيوي حقيقي يتم اكتشافه في العصر الحديث، واللي سماه في الوقت ده البنسلين. هحكي لكم موقف مقرف جدا. اللي ما يعرفش انا بشتغل دكتور طبيب بشري، فاول ما احنا بنتخرج من الكلية بنتوزع على اماكن مختلفة ووحدات صحية على مستوى مصر الحبيبة طبعا. فانا كنت متوزع في وحدة صحية بدون ذكر اسماء يعني. ففي يوم انا مخلص الشغل بتاعي ولان انا حد معروف جدا بقى في البلد، انا دكتور البلد يعني، فانا مروح في واحد جه مشى معايا فقال لي يا دكتور، يعني من ضمن الكلام يعني بيقول لي يا دكتور احكي لك حكايه. في واحدة فلانة الفلانية في القرية كان عندها نوع من أنواع الطفح الجلدي. المهم ستها الحاجة اللي هي جدتها يعني في وقت معين من السنة، واللي كان يصادف إن في الوقت ده كان عندها البنت كان عندها الطفح الجلدي. ففي الوقت ده ستها تنزل الساعة 6 الصبح علشان تروح عند المصرف بتاع القرية بتاعتهم. والمصرف ده اللي ما يعرفش منكم يعني هو عبارة عن زي المجاري يعني بتاعت القرية يعني، بس في مكان مفتوح عاملة زي الترعة. أنا مش عارف هو مفتوح ليه، بس هو ده المصرف بتاع القرية بتاعتهم. وهي تروح المصرف ده نتيجة لتدافع المية بيحصل زي رغوة كده موجودة على المية من فوق، فالست تمد ايدها وتاخد الجزء اللي فوق ده، مش عارف قال لي تقريبا اسمه الريم او حاجة زي كده، اللي بيبقى موجود على المية من فوق مية المصرف، وخدتها وحطتها معاها في كيسة وراحت البيت للبنت دي اللي كان عندها الطفح الجلدي، وبدأت تمسح. انا مش عارف كان انهي جزء من جسمها بالظبط، اتمنى ما كانش وشها يعني، وبدأت تمسح على جسمها، وفي خلال يومين 3 الطفح الجلدي ده اختفى. وهو يعني كان بيحكي لي انا كنت كفايه ارجوك. انا بقول القصه دي يعني بمناسبه ان هم قالوا من البنسلين ده اول مضاد حيوي في التاريخ. لا، انا بيتهيألي ان العالم محتاج يقف لحظه ويعيد حساباته، لان ستنا الحاجه دي ممكن تكون اكتشفت حاجه تانية خالص. كانت ايام. المهم نرجع لمرجوعنا. فيلمينج في الفتره دي خلاص اكتشف البنسلين، ولكن القصه تنتهي عند كده بنهايه سعيده؟ طبعا لا. ففيلمينج يواجه مشكله كبيره قوي، وهو انه قادر ان هو ينتج البنسلين، ولكن شويه ملي جرامات من البنسلين، مش قادر ينتج كميه كبيره منه. في ملايين من الناس تعبانه ومحتاجه المضاد الحيوي، ولكن هو مش قادر ينتج كميات كبيره منه. خلينا اديك مثال، مثلا الشخص البالغ الشحط اللي هو عنده التهاب مثلا في اللوزه اللي هو التونسلز ومحتاج ياخد مضاد حيوي، بياخد مضاد حيوي اسمه فينوكسيميثايل بنسلين او البين في، وبيحتاج منه حوالي 500 ملي جرام 4 مرات في اليوم لمدة 5 أيام على الأقل. فلك أن تتخيل أن الراجل ده أصلا مش قادر يوصل لل 500 ملي جرام، يعني مش قادر يحصل جرعة واحدة في يوم واحد لعيان واحد.
فبالتالي كان الاختراع كده مش قادر ان هو يطبقه على سكيل واسع وكاد ان يفشل، لحد ما تيجي الحرب العالمية التانية ويقدر فريق من جامعة اوكسفورد ان هم يعملوا ماس برودكشن، يقدروا ينتجوا البنسلين ده بكميات كبيرة جدا، واللي قدروا يستخدموه في الوقت ده في علاج الجروح المتلوثة اللي كانت في الجرحى بتوع الحرب العالمية التانية. وفي الفترة دي كان لأول مرة في التاريخ كانوا يقدروا يعالجوا حالات تسمم الدم والالتهاب الرئوي وغيرها من الأمراض اللي كان بتسببها بكتيريا مختلفة. يكفي ان اقول لك ان لحد النهاردة عدد الاشخاص اللي سجلوا ان هم اخدوا بنسلين او مشتقاته وصل عددهم حوالي 200 مليون شخص، وده فتح الباب على ابحاث على بكتيريا مختلفة، وقدروا يصنعوا انواع مختلفة من المضادات الحيوية اللي موجودة لحد وقتنا هذا وبيتم اكتشافها كل يوم. وكل ده حصل نتيجة لان الاخ فيلمينج كسل ان هو يغسل الطبق بتاعه، واللي ادى لاكتشاف عبقري زي ده. اخر حاجه اقولها لك، قوم نظف طبقك، وكل ما تاخد مضاد حيوي فيه بنسلين افتكر ان اللي عمل البنسلين ده هو العفن. سلام.